السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي او القرص الطرية. معانا 2 كيلو ونص من الدقيق، كيلو وربع من الزبدة، خليط ما بين الزبدة اللي هي الفرن والزبدة البلدي. معانا لبن رايب حسب الحاجة، او ممكن تستخدمي لبن حليب عادي. معانا سكر هنحطه في قلب اللبن واحنا بنعجن، او ممكن نحطه على العجينة عادي، بس احنا بنحب ندوبه في اللبن. معايا معلقتين لبن بودرة، وده اختياري، لو حبيتي تستغني عنهم ممكن تستغني عنهم. معايا معلقتين كبار خميرة. احنا بنحط لكل كيلو معلقة خميرة، فاحنا هنا حاطين معلقتين بس علشان الجو حر، يعني المفروض احط معلقتين ونص، وممكن احط رشة بودر كمان، بيكنج بودر معاهم. هناخد السمنة الزبدة وهنسيحها على النار، مجرد تسيح بس علشان ما تحرقش صدر القرص، ما تحرقش صدر الواحد لما يجي ياكلها. هنا هنحط كل المكونات بقى تدفع على بعضها، الخميرة واللبن البودرة هنحطها على الدقيق ونقلبه كويس. اللبن حطينا فيه السكر عشان نبقى ندوبه فيه شوية، هنقلبهم. احنا كده بنفكك السمنة على النار، مجرد انها تفك هننزلها على الدقيق بالشكل ده، وهنقلب كويس عشان كل حبات الدقيق تاخد من السمنة وتشربها. هو تقريبا بنفس طريقة الكحك، بس ما بنبسوش كتير لان البس الكتير هينشفه، فهي دي بقى دوبك بس ان احنا بنخلي الدقيق يشرب سمنة فقط لا غير، ما نقعدش نبس فيه كتير او نقلب فيه كتير بالشكل ده. نقلب كويس عشان كل الدقيق يشرب من السمنة، مجرد تقليب، وبعد كده نبسه بس خفيف قوي على بين راحتين الايد بالشكل ده، خفيف قوي على خفيف، بس نتأكد ان الدقيق كله شرب من السمنة بالشكل ده. بعد كده بقى هننزل اللبن حبة بحبة برضو، علشان ما نزودش تاني دقيق ونعمل كمية اكتر من اللازم. فبالشكل ده ننزل اللبن حبة حبة، ونعجنه كويس. ونقعد نفتح في العجينة كده، لازم نفتح فيها بالشكل ده شوية، برضو بتاع 10 دقايق كده ولا حاجة. وبعدين ايه، نروح هنختبر بقى العجينة، لو هي نشوفها هتفتح معانا واحنا بنكورها كده ولا مش هتفتح. ما فتحتش وكويسة وهي طرية في ايديكي، فهي كده عجينة كويسة، ممكن نستخدمها بقى على طول. احنا هنسيبه تريح شوية وبعد كده هنشكلها، مش هنسيبها تخمر، احنا بس تريح علشان ان احنا آه نقدر نقطعها ونشكلها بالشكل ده، ونرص بقى عادي في الصاج اللي احنا هنعمله، ونسيبه بقى ايه، هنبططه ونشكله ونسيبه ايه يخمر في الصاج على شكله ده. نبططه ونخلي كله مساء واحد، أو يعني سمك واحد، يبقى كلهم سمك بعضهم، ما نبططش واحدة رفيعة وواحدة تخينة عشان السوا يبقى واحد. هما كده اهو بقوا بالشكل ده. بعد ما اختمروا ندخلهم بقى الفرن، درجة الحرارة متوسطة، درجة الحرارة في الفرن ساخن، ودرجة والشعلة بتاع النار متوسطة، ما تكونش عالية ولا تكون واطية، من تحت تكون هادية، لان المفروض ان احنا مدخلينه طبعا على فرن ساخن عشان ما يلسعش القعر بتاع القرص. وهي بالشكل ده بعد ما طلعت، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، وان شاء الله تعملوها احسن من كده. ولو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، ويا رب كل الفيديوهات اللي انا بنزلها تكون فيها استفادة ولو بسيطة لحضراتكم. والى اللقاء في فيديو جديد. سلام ورحمة الله.